بصوا العظمه لله وحده، بس انا بفضل الله عامله جمال، عامله لوحه فنيه، عامله تحفه فنيه، وريحتها خطيره 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 وجوسي. بصوا كده كده جوسي، يعني هي من عمايلها باينه ان هي جوسي، بس هي سخنه قوي. لسه مش هقطعها دلوقتي، هسيبها تهدى كده وبعدين الف لكم الكاميرا اوريكم القمر والجمال ده. بصوا بصوا بصوا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين القمر والجمال؟ تحفه، اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. اللي لسه مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. حطوا لي لايك وتعليق حلو من قلبكم. بصوا هلف لكم الكاميرا بقى وتشوفوا الجمال الروعه ده. ماشي، يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه. استنوا الطريقه، اوعي تمشي، استنى الطريقه. بصوا اللهم بارك، الوش فوق الروعه، فوق الخطير، وكمان جوسي قوي قوي قوي، والطعم في حته تانية وخيال. طعم تعصيقة اللحمه اللي هتشوفوها دلوقتي بالتركات اللي فيها، والتركات اللي جوه البشاميل اللي هتخليكي استاذه في البشاميل. بالظبط هتعمليه كانك بتاكلي مكرونه بشاميل في فندق. بصوا تحفه تحفه، اللهم بارك. انا عندي كان كيلو ونص من اللبن، او اقل من كيلو ونص. كان عندي كيلو وشويه كده، قولوا كيلو وربع من اللبن اللي هو بخير، وفيه زي ما انتم شفتوا مليان قشطه، اللي هو اللبن الجاموسي مليان قشطه. هنا الصينيه دي ليه كده؟ لاني انا كنت محمره فيها كفته ونازل فيها دهون، وانا طالما عامله اكل قبلها بيوم والصواني مثلا فيها دهون او حاجه ما بغسلهاش، بسيبها زي ما هي كده. لو انا هستخدمها تاني يوم بسيبها بالدهون اللي هي فيها، بتدي طعم ونكهه حلوه قوي برده، وبتلحقش طبعا تكون باظت ولا اي حاجه. انا كنت عامله قبلها بيوم. انا بسجل الفيديوهات على فكره وبنزلها، فانا كنت عامله قبلها بيوم الكفته الحاتي اللي انتوا شفتوها. سبت الصينيه زي ما هي، وحطيت كده معلقه سمنه كده حلوه محترمه، وقطعت بصلتين. عندي لو عندك كبه بيبقى افضل طبعا، البصل ما بيبانش فيها قوي. وعندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وحطيته كده وعصقته في قلب بعض. حطيت معلقه سمنه مع الدهون اللي كانت في الصينيه، مع بصلتين، مع نص كيلو لحمه. وهتشوفوا دلوقتي تركاتنا الجميله في قلب التعصيجه بتاعه اللحمه المفرومه. عندي قرن فلفل رومي حطيته فيها، في ناس بتحط فلفل الوان مفيش اي مشكله، فلفل حامي، فلفل رومي، اي نوع فلفل عندك حطيه. عايزه تحطي فلفل حامي، قرن شطه حامي، حطي براحتك على حسب ذوقك في الاكل، حطي. هو بينه فلفل رومي واو، مدي لون كمان، مدي احمر، فلفل رومي على فلفل الوان. الفلفل الالوان بيدي تسكيره كده في الاكل، بيبقى طعمه شويه مسكر كده، فاهمين؟ غير الفلفل الرومي خالص. هنا بقى نحط التوابل بتاعتنا. حطيت ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون. بصوا بقى اللي انا هحطه ده، نص معلقه صغيره كده، دي معلقه كبيره، نص معلقه صغيره من الجنزبيل، ونص معلقه من القرفه. القرفه والجنزبيل في اي تعصيجه لحمه، سواء لحمه مفرومه للحمام، للبشاميل، لاي تعصيجه نوع لحمه، الجنزبيل والقرفه بيعلوا الطعم جدا، بيعلوا الطعم جدا جدا في قلب الحاجه، وبيخلوا ليها كده يعني، انتوا فاهمين؟ طعم كده ومذاق كانك بتاكلي حاجه في فندق كده. بيودوا الطعم في حته تانية، حته القرفه والجنزبيل دول. خلاص، فانا حطيت ملح وفلفل وكمون وجنزبيل وقرفه. هنا الميه كانت غلت عندي، وحطيت فيها كيلو من المكرونه. انا هعمل صينيه يعني الى حد ما كبيره، ولا صغيره ولا كبيره قوي، وسط كده. هنا بقى نيجي للبشاميل القمر، البشاميل الخيال. حطيت معلقتين 3 كده سمنه كبار كده محترمين، سمنه بلدي، واي نوع سمنه عندك حطيه. حابه تحطي زيت برضو حطي، مفيش اي مشاكل، بس انا حطيت سمنه بلدي. طبعا بتودي الطعم في حته تانية. لازم تخلي الدقيق عندك السمنه تكون اعلى من الدقيق. يعني بصوا كده، بصوا معايا بقى الدقيق كريمي خالص.
يعني ما تقلليش في المادة الدهنية، هيبقى عندك مفتفت كده. لا، لازم تخلي السمنة مع الدقيق بقى كريمي كده، بتكون السمنة اعلى من الدقيق شوية. وحطيت عندي اللبن وهسيبه يتقل كده بسيط، وهحط عليه ملح بس. انا كنت بحط ملح وفلفل وكمون، كان البشاميل عندي بيطلع غامق كده شويه، لا انا المره دي مش عايزه البشاميل غامق، فحطيت عليه ملح ابيض بس. ولو عندك فلفل ابيض ممكن تحطيه عادي، مفيش اي مشاكل. واللي حابب يحط طبعا برضو مفيش اي مشكله، ملح فلفل وكمون اي نوع توابل عندي. خلاص اول ما يبتدي يقرب خلاص اهو يتقل، هحط عندي علبه قشطه صغيره. دي علبه قشطه مصنعه، ممكن تحطي بدلها كريمة خفق، ممكن تحطي بدلها كريمة لباني، ممكن تحطي القشطة اللي انا حطيتها دي. يا بقى على الجمال بتاع البشاميل وطعم البشاميل وريحة البشاميل يتاكل كده بس. ما شاء الله كان البشاميل تحفة بالتركاية دي. ممكن تحطي قشطة مصنعة، خلي بالك، كريمة خفق او كريمة لباني، اي نوع من الثلاثة دول، او عندك كريم شانتيه بس مش هيعلي الطعم قوي زي القشطة او الكريمة اللباني او كريمة يا بقى على الجمال. كان بشاميل فنادق، بشاميل فنادق. قسمت الصينية، حطيت فيها نص الاول من اسمها ايه دي، المكرونة، واحط بعدها طبعا اللحمه المفرومه، واخر رقه هحطه. انا حطيت حبه من البشاميل على المكرونه وقلبتهم في قلب بعض، يعني البشاميل طال المكرونه كلها، غير الطبقه طبعا اللي فوق بتبقى اعلى واعلى واكبر. فبصوا معايا، خليكم معايا، علق لكم الصينيه هنا زي ما بقول لكم. ننزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا. الله عليك يا بنتي يا ناهد وعلى عمايلك، والله العظيم الريحه تجنن، خايفه تقع. الريحه تجنن، الريحه خطيره 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 خطيره. حطي ما تستخسريش من حاجه، حطي. معلش عشان ناكل بس ولا ايه؟ مش فاهمه، مش فاهمه في السنه البيضاء اللي احنا فيها دهيه. شايفه ده؟ فين؟ ما شاء الله ما شاء الله. فيها بصل كبير ده اهو، يرميه. ماشي ده كويس. خلاص نحط بقى الطبقه الثانيه. خلاص فردتها وسويتها كويس جدا. هنزل عليها بالبشاميل. بص شايفين بقى؟ الله 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 على الروايح، يا لهوي. استاذه استاذه ورئيس القسم، حياة ربنا. بص طبقة البشاميل اللي فوق دي خليتها جوسي جدا جدا وطعمها خيال، بدماغي كده. وبعد خصوصا وانت عامله البشاميل كده حاطه فيه شويه حاجات، الكريمه اللباني وممكن من غيرهم طبعا البشاميل اللي بيطلع تحفه طبعا وكل حاجه. احط بقى وخلاص، بس دي بتديها كده نكهه في حته تانية وطعم جميل بصراحه. جبنه موتزاريلا الحمد احسن نوع جبنه تحطيه، وتكون بدرجة حرارة المطبخ عشان تطلع معاكي جميلة وما تتحرقش منك، وتطلع كده يعني ايه مظبوطة في قلب الاكل. الحمد احسن جبنه موتزاريلا تجيبيها، جبنه موتزاريلا الحمد احسن جبنه، بس انا بحب البيضه. بس نزلت سليم ابني جاب لي اللي هي الميكس دي، انا بحب البيضه بس. خلاص هدخلها الفرن بقى وارجع لكم. يا روحي على الجمال، يا روحي يا روحي يا روحي على الجمال. اللي بيعمل مكرونه بشاميل زينا نقول له يا عمنا. نقطعها بقى، سبتها هديت ماشي، نقطعها ثانيه واحده، ثانيه واحده. هتبقي قاعده مكانك، اوعي تتحركي، اوعي تتحركي. الله يا بنت على الجمال، يا لهوي. في القلب في القلب في القلب، مكرونه في القلب. شايفين؟ جوسي جوسي يعني، شايفين؟ بص بص بص، هي ما هديتش، هي لسه سخنه، بس انا هقطعها، لازم اقطعها دلوقتي عشان اكل.
ماشي، والباقي بقى ينزل تحت. الف انا وشفا على اللي هياكله. خلاص. عايزه اوريك بس، يا لهوي على الجمال. يا رب تطلع معايا بس. بسم الله الرحمن الرحيم.